بص يا صديقي العزيز، عايزك تركز معايا كويس قوي في الكلمتين اللي انا هقولهم علشان ما نقعدش نقولهم كل فتره. انا بالنسبه لي مفيش حد فوق النقد، يعني اي حد شغال في العمل العام بيعمل صح وبيعمل غلط، فاحنا لازم نكون ورا الصح داعمين ورا الغلط منتقدين. لازم انت تاخدك النهارده لما تعمل غلط لازم اعمل لك احصائيه كامله في الفتره اللي انت كنت موجود فيها، انت عملت ايه، انت انجزت ايه، انت قدمت ايه، انت ايه الانجازات اللي قدمتها، ايه البطولات اللي انت خدتها. وكلامي ده طبعا على الكابتن محمود الخطيب. كلنا عارفين ان الكابتن محمود الخطيب راجل لعيب كوره عالمي وراجل اداري يعني حاجه زي الفل، وعمل انجازات كبيره في النادي الاهلي وجاب لعيبه وما بخلش على الفرقه باي شيء. ولكن لما تيجي تبص على احصائيه المديرين الفنيين تلاقي ان الكابتن الخطيب عنده مشكله في اختيار المدير الفني. خلينا نتكلم بمنتهى الامانه، يعني خلينا نقول الحقيقه من غير ما نزوقها او من غير ما احنا نعمل عليها اضافات ما تكونش ليها اي لازمه. الكابتن محمود الخطيب في فترتين رئاسه النادي جاب لاسارتي، جاب كالدرون، جاب كولر، جاب سواريش، جاب ريبيرو، وجاب تقريبا واحد تاني وموسوماني. فانت جبت نص المجموعه فعلا عملت معاك انجازات وعملت معاك بطولات وكانت بتأدي كويس جدا، والنص الثاني لا مش موفق. انت النهارده لما تبص على ريبيرو وسواريش هتلاقي نفس التجربه، تجربه فاشله، تجربه ما استمرتش كتير في النادي الاهلي. فانت النهارده كمان زائد لاسارتي اللي حصلت معاه فضيحه صن داونز، فانت جبت 3 من 3. النص مش هنقول ان هو كويس، المفروض يبقى اكتر من كده. ولكن انا النهارده لما اجي اتكلم على الكابتن محمود الخطيب، قدمت انجازات يا كابتن، ولكن عندك اخطاء. مفيش انسان معصوم من الخطا. فانا النهارده لازم اقول لك انت عندك مشكله في الحته الفلانيه. النهارده لما الاهلي اختار الكابتن وليد صلاح الدين ان هو يبقى مدير كوره، لا شابوه على القرار ده، قرار محترم. انا حاسس ان الكابتن وليد صلاح الدين والكابتن سيد عبد الحفيظ وجهان لعمله واحده، يعني الاثنين عندهم صرامه كبيره، الاثنين اشتغلوا يعني كابتن وليد صلاح الدين اشتغل مدير كوره في اكتر من مكان، في نادي الاتحاد، في نادي زد، راجل عنده شخصيه كبيره، راجل كمان متربي في النادي الاهلي ويعني معجون بميه النادي الاهلي، وعارف يعني ايه النادي الاهلي، وعارف يعني ايه التيشيرت الاحمر، وعارف يعني ايه الاداريات عامله ازاي، وعارف يعني امتى يوجه وامتى يبقى نرفز وامتى يبقى هادي. لا راجل متمرس في قصه مدير الكوره. فانت النهارده لما تاخد قرار كويس صدقني هكون انا اول الداعمين، هتاخد قرار وحش هكون انا اول اللي بقول لك ان القرار ده وحش، عشان الناس بتقول انت بتطبل لمجلس الاداره، انت دايما على طول بتشيد بمجلس الاداره. انا لازم اشيد بمجلس اداره النادي الاهلي. لما انا النهارده اشوف بنسبه 90% قرارات النادي الاهلي سليمه وقرارات مظبوطه وبيعملوا للنادي وبيعملوا علشان نشوف النادي بتاعنا كبير. يعني النهارده لما انت يدخل لك في السنه دي 34 مليون دولار لازم تقول للكابتن محمود الخطيب شابوه وتقول له ان انت يعني اديت باحترافيه جدا. انا النهارده اللي بلوم عليه على الكابتن محمود الخطيب، انت جايب بسم الله ما شاء الله صفقات ولا اروع من كده ولا اروع من كده، وبنيت جيل محترم جدا، ولكن ما جبتش السواق اللي يسوق المركب، ما جبتش السواق اللي هو سي في قوي. يعني كلنا اغلبيه جماهير النادي الاهلي كانت متخيله وكانت عارفه ان ريبيرو لا مش هيكمل مع النادي الاهلي. باين الكاركتر، باين الشخصيه عامله ازاي، باين الفكر عامل ازاي. الراجل ما عملش بصمه، الراجل ما قدمش شيء، ما شفنالوش جمله في الملعب. ممكن يكون بيدرب كويس، يعني ممكن يكون تدريباته كويسه، ولكن ما اسعفوش الوقت، مش عارف قدر النادي الاهلي، مش عارف يعني جماهيريه النادي الاهلي عامله ازاي. احنا جماهير ما بنعرفش نصبر، احنا جماهير عايزين المكسب دايما، احنا جماهير ما بنرضاش غير بالمكسب. فانت النهارده حضرتك محتاج ان انت الفتره اللي جايه تاخد قرارات سليمه. يعني شابولي اللي خد قرار للكابتن سيد عبد الحفيظ، انا اتمنى ان عماد النحاس يكمل، ولكن الراجل هيبقى عليه ضغوط كبيره. الجماهير المصريه برضو صعبه قوي، مش هيقدر يتحمل الضغوط. فانا بقول ان انت ارمي القصه كلها على مدير فني اجنبي، ولكن انت غلطت وجبت ريبيرو. لازم النهارده ان انت تشوف سي في قوي. انسى قصه المشروع، النادي الاهلي مش نادي هيبدا لسه يعمل مشروع، النادي الاهلي مطالب بالبطوله على طول. ما عندناش وقت ان انت تعمل مشروع، والمشروع مع مين؟ يعني انت عندك كل الفرقه ما شاء الله نجوم، يعني خدها من الدفاع لحد خط الهجوم، كل الفرقه بسم الله ما شاء الله نجوم. عندك الخط الامامي ده يعني اشرف بن شرقي وتريزيجيه ومحمد علي بن رمضان وامام عاشور ومحمد شريف وجريديشار، ولا كتيبه من واليو ديانج ومروان عطيه
وياسر ابراهيم واشرف داري والعش، انت عندك نجوم جاهزه للبطوله، فما ينفعش النهارده ان انت تجيب لهم سواق ما يعرفش يسوق المركب. ده اللي انا عايز اوصله وده اللي انا عايز اقوله. وعايزين يعني نقول للكابتن وليد صلاح الدين ان شاء الله باذن الله موفق. يعني محمد يوسف هيبقى مدير رياضي، معاه الكابتن سيد عبد الحفيظ هيبقى مدير كوره، وانا شايف ان دي نقله كبيره قوي قوي مع الكابتن محمد يوسف، لان زي ما قلت لحضرتك دي خبرات الراجل اكتسبها. لما انت النهارده تشوف واحد من ابناء النادي هو اللي هيمسك مدير كوره لازم النهارده تقول شابوه، خبرات كبيره جدا. نتمنى ان شاء الله باذن الله للنادي الاهلي يعني يقدم بعد التوقف الدولي ومنتخب مصر هيلعب تصفيات كاس العالم، فان شاء الله باذن الله نشوف الاهلي كده بيقدم لنا كره مختلفه، نشوف مدير فني على قدر النادي الاهلي، نشوف مدير فني يقدر يتحمل الضغوط، نشوف مدير فني على قد طموحات جماهير النادي الاهلي. وده اللي اتمناه وده اللي نفسي اشوفه. وانا نفسي اشوف الموسم ده النادي الاهلي بياخد كل البطولات، بياخد دوري عام وبياخد كاس الرابطه وبياخد كاس مصر وبياخد كاس السوبر وبياخد دوري ابطال افريقيا ونروح تاني كاس العالم للانديه. ما ينفعش النهارده ان احنا نسيب بطوله كاس العالم للانديه اي حد غير الاهلي يروحها. خلاص احنا اتعودنا ان انا موجود في كاس العالم للانديه كل سنه، انا اتعودت ان انا بلعب في الانتر كونتيننتال كل سنه، ما ينفعش ان انا اشوف تيشيرت تاني غير النادي الاهلي من مصر موجود بيشارك. ولكن عشان نرجع بس في عجاله سريعه لماتش بيراميدز. ماتش بيراميدز يا جماعه، يعني انا النهارده لما اشوف برضو فرقه بتلعب محترمه جدا عامله حساب كبير جدا للنادي الاهلي، قفلت عليا الملعب كله، قفلت عليا الاطراف والعمق وضغط كبير جدا عملوه عليك، لا يستاهلوا ان هم يكسبوا. انت بنفسك يا ريبيرو خليت اللي اسمه تشيتش ده يعني ايه، الراجل احيته تاني. الراجل كان خلاص ممكن لو اتغلب منك الماتش ده كانوا هيمشوه، ولكن الكفه اتعكست خالص، خلاص ريبيرو هو اللي مشي والراجل مكمل معاهم، والراجل واخد معاهم دوري ابطال افريقيا وعامل معاهم موسم السنه اللي فاتت موسم محترم جدا. فانت النهارده لازم تقول، لازم النهارده تحفز لعيبتك، لازم تقول ان انت النهارده ما ينفعش ان حد يأدي عليك وتبقى انت بالاستسلام الفظيع ده. النادي الاهلي كان مستسلم تماما للامر الواقع في ماتش بيراميدز، مفيش الروح اللي تخليك ان انت تروح عايز تكسب، مفيش عندك النزعه ان انت تروح تجيب جون. الملعب كان تحس ان هو لا في حاجه مش مظبوطه، الاهلي ما بيتحركش كتله واحده مع بعضه، كل واحد بيجتهد من دماغه، كل واحد بيعمل اللي هو عايزه في الملعب، وده دايما ما بيبقاش صح. عندك مدير فني قاعد بره مريح والدنيا يعني راجل ما بيزعقش والراجل مش متفاعل مع اللعيبه، لا انت محتاج مدير فني يبقى متفاعل مع اللعيبه، متفاعل مع كل هجمه، متفاعل مع الحكم لما يدي اللعيب انذار، متفاعل مع مدير الكوره، متفاعل مع اللعيبه اللي بره. لازم يبقى في حماس علشان اللعيبه تقدر تحس بالمدير الفني. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يجيب مدير فني يكون سي في قوي، ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي بعد فتره التوقف يرجع يعمل ان شاء الله موسم كويس جدا.